متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناتنا السيوبة الثانية والاحتياطية. مدة ما بارطاجيناش في هذه القناة هذه، غير مؤخرا اللي وقع لنا ذاك المشكل في القناة الرئيسية، والسبب يعود بطبيعة الحال التبليغات وما إلى ذلك من هذه الأمور. اضطررنا على أننا نستخدم القناة الاحتياطية. لكن الحمد لله القناة الرئيسية حلينا فيها المشكل، تواصلنا مع الإدارة ديال اليوتيوب، حلت لنا المشكل وما إلى ذلك. فغادي نرجعوا غادي نبارطاجيو في هذه القناة هذه كما كنا سابقا، لمواضيع مختلفة، مواضيع للنقاش على المستوى العالمي، على مجالات مختلفة. لكن المجال الرئيسي اللي غادي نركزوا عليه كما العادة هو مجال المحاكاة العسكرية، وراكم عارفين بأن هذا المجال عزيز عليا، هو اللي بديت به منذ البداية في اليوتيوب. سيماناسيون ميليتير، المحاكاة العسكرية، غادي نحاولوا ندخلوا شوية في المحاكاة العسكرية. فبالتالي متابعينا الكرام، كنتمنوا على أنكم تستمتعوا بهذا الفيديو والموضوع ديال هذا الفيديو وما سوف نحاول القيام به في هذا الفيديو. ما علينا. من بين المعدات العسكرية الجديدة اللي دخلت الخدمة لدى القوات المسلحة الملكية المغربية مؤخرا متابعينا الكرام هي المدرعة والمصفحة الMATV، هذه اللي كتشوفوها الآن أمامكم على الشاشة. هذه المدرعة متابعينا الكرام اللي استخدمها الجيش الامريكي بشكل مكثف في الحرب ديالو في افغانستان، حتى في مناطق صراع مختلفه، لكن كان عندها دور رئيسي في افغانستان على وجه التحديد. هذه المدرعه متابعينا الكرام هي مدرعه نقل امراب مضاده للالغام لنقل الجنود، مصفحه بالكامل ومسلحة كذلك بعدة أصناف من الأسلحة كما سوف نشاهد الآن أمامنا على الشاشة. وكذلك غادي نديروا واحد سيناريو، واحد محاكاة ديال هذه المدرعة هذه اللي دخلت مؤخرا للخدمة في صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية. فهذه المدرعة رباعية الدفع متابعينا الكرام كتجي ببرج مسلح يمكن تسليحه بعدة أصناف ديال الأسلحة، منها مثلا MK 19 اللي هو قاذف قنابل، بحال هذا اللي كتشوفوا الآن أمامكم على الشاشة. هذا قاذف قنابل كما تشاهدون. هنا راه صوبت هذه من بين التصميمات القديمة صراحة اللي كانت عندي ديال الجنود المغاربة بطبيعة الحال. أنا الدرابو ديال المغرب، الشعار ديال القوات المسلحة الملكية المغربية وما إلى ذلك. كذلك كيجي برشاش الM2 مثلا، رشاش اوتوماتيكي كما تشاهدون الM2. الابراج عندها مختلفه، يمكن التعديل عليها على حسب نوع المهمه. كذلك كيجي فيها الكراوس اللي هو برج آلي متحكم فيه من داخل المدرعه، يعني رشاش آلي متحكم فيه اللي كيتحكموا فيه كيكونوا داخل في المدرعه هنا، كيكونوا هنا. الا لاحظتوا هذا خونا هذا اللي جالس هنا، هذا هو اللي كيتحكم في الرشاش الآلي، هذا كتسمى الكراوس الM2. هذا واحد نظام امريكي، كاين عده انظمه بطبيعه الحال. هو من خلال هذه الشاشه اللي عنده هنا، راه هادشي اللي كاين في الواقع، من خلال الشاشه اللي كاين هنا كيقدر انه يتحكم في هذا البرج هذا اللي كتشوفوه الان امامكم على الشاشه، في هذا البرج هذا. فحنا غادي نديروا واحد المحاكاه، غادي تكون عندنا هذه القافله هذه ديال الMATV مزيان، وغادي نمشيو في واحد البيئه اللي هي صعبه نوعا ما في التضاريس، هذه اللي كتشوفوا الان امامكم على الشاشه. وغادي يوقع لينا شنو؟ غادي يوقع لينا امبوش، غادي يوقع لينا فخ ياك، ولا كمين ماشي فخ، كمين. غادي يوقع لينا كمين، فغادي نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الكمين هذا من خلال هذه القافله هذه ديال الMATV. فالمدرعه اللي غادي تكون عندي هنا غادي تكون خاويه، يعني انا اللي غادي نتحكم فيها. الجنود هادو علاش نازلين؟ ما كاش خصهم ينزلوا، ولكن ما علينا. غادي نتحركوا نشوفوا بعدا واش غادي يتبعوني، واش السكريبت خدام بعدا ديال اوكي. دوك غادي يتبعوني مزيان. دوك انا غادي نمشي في الفيكول ديالي اللي غادي يكون فيها الكراوس، وغادي نحاول ما امكن انني نبدل ما بين السائق والجنر. الجنر هو اللي كيكون مشرف على اطلاق النار. نشوف صحابنا واش تابعيني. نورمالمون كخصهم يتبعوني في الطريق، AI تالف ليه ما كاش خصهم يتبعوني بهذه الطريقه، ولكن ما علينا. غادي نتحركوا وغادي نشوفوا شنو غادي يوقع ملي غادي نتعرضوا للكمين وحنا داخل هذا المدرع هادي، وكيفاش غادي نردوا النيران على العدو بمختلف الاسلحه اللي كاينه في هذا المدرع هادي ديال الMATV.
شفنا الام 2 رشاش، الام 19 قاذف قنابل. كاين الكراوس اللي تكلمنا عليه، يمكن على اننا نديرو فيها الجافلين. الا كان عندنا الجافلين يمكن على اننا الجافلين بطبيعه الحال مضاد للدروع، يمكن على اننا ندخلوه هنا في هاد المدرعه هذه، يعني من خلال هذه المدرعه يمكن لنا على اننا نطلقوا الجافلين. يمكن لنا على اننا نديروا مختلف الاسلحه، بزاف ديال الاسلحه صراحه اللي يمكن على اننا نديروها هنا في هذا المدرعه. نشوفوا هذوك خوتنا هذوك واش تابعيننا ولا ما تابعيناش، او ما عاد شادين الطريق. نورمالمون ما كانش خصنا نتحركوا في حال هكا. شوف واش نقدر نعطيهم فورماسيون لاين تيم باك سبيس فورماسيون دوموند. نورمالمون ما كانش خصهم يتبعوني في حال هكا، كان خصهم يجيو معايا صفا. واش يمكن نعطيهم الاوامر؟ اوكي stop hard fire dispark move there. يلا تحركوا 20 تحركوا. فين هما الباقي؟ فين هما الباقي؟ واش هكا غادي نتحاربوا؟ فين هما الاخرين؟ ما عاد جايين، شفتهم عاد دابا كيشدوا الفورماسيون. هادشي راه خاصكم ديروها من الاول. الاي اي ما ريجلتوش مزيان، الذكاء الاصطناعي ما ريجلتوش مزيان. ما علينا، صافي هما جايين دوك غادي نتحركوا، غادي نشوفوا شنو غادي يوقع في حاله ما تعرضنا للكمين. حنا غادي في امان الله. الشعار ديال القوات المسلحه الملكيه. انا اختاريت بالعاني البيئه تكون صحراويه وقريبه نوعا ما داكشي اللي كان كيوقع لهم في افغانستان، خصوصا القوات الامريكيه. غادي نوقف هنا نشوفوا عشرنا فينا هما. قيمة لي عرفت واش غلطت انا في بالمناسبه. هذا المحاكي اللي كنخدموا فيه حنا، هذا اللي كنخدموا به دابا، هذا في الاصل كان محاكي للجيش الامريكي، ثم من بعد خلاوه اوبن، ردوه اوبن في حال الشكل ديال جو فيديو. مؤخرا انا شفت واحد الفيديو ديال الجيش الصيني، كتب لي شي حاجه هنا. الجيش الصيني صبر كيعتمد على هذا المحاكي. شوفوا هانتوما دابا انا الان انتقلت للجونر، انتقلت للكراوس. غادي تلاحظوا كاين شي تحركات، كتشوفوا غادي تلاحظوا كاين شي تحركات. دابا انا مشيت للكراوس، غادي نزومي مزيان. هانتوما غادي يبانوا لي هنا شنو الانمي، غادي يبانوا لي العدو. شوف فين كاينين. يمكن لي نبدل الانماط ديال الرؤيه. هذه في حاله الرؤيه الليليه بطبيعه الحال، ولا الرؤيه الحراريه. انا في حاله ما كنستعمل الكراوس فكتجيني بسهوله انني نقدر نتعامل مع العدائيات اللي كاينه هنا. في الكراوس كيخلي الجندي انه يبقى داخل المدرعه بشكل امن، وفي ذات الوقت كيشابك مع العدو. الا لاحظتوا. شوف هنا فين جالس، انا جالس داخل المدرعه وكنقدر نتحكم في الكراوس ديالي، فكيبان ليا كلشي. واحد فينا هو. فكنقدر انني نتعامل مع هاد العدائيات هادو. غادي نافونسي شويه. انا رجعت للدرايفر. دابا الاي اي كيتعرف على العدائيات اللي كاينه. دابا انا هنا غادي نوقف، انا غادي نشك هنا باللي كاين شي حاجه. غادي نرجع في حالتي للكونر للكراوس. راه غادي تسمعوا راه كاين دابا اطلاق النار. نتوما غادي يبان ليا واحد هارب، كتقول له الله يعاون. واحد بان ليا الهيه.
واحد ليه ميت. غادي نشوف الجهه الاخرى عاوتاني. شوفوا ليها شحال، شوفوا ليها شحال. غادي تلاحظوا معايا هاد الكراوس هذا شحال كيسهل المأمورية. بحال كتلعب شي جيم، بحال كتلعب شي، بحال الا راك لاعب شي لعبة. شوفوا الا درنا الرؤية الحرارية لبان لي راس واحد بطبيعة الحال حنا فاش كنكونوا كونفوا، فاش كنكونوا قافلة، ما عرفتش الاخرين واش تبعوني ولا لا. دابا الاخرين ما تبعونيش، هذا هو الاشكال. نورمالمون راه خصهم يكونوا معايا. حنا فاش كنكونوا كونفوا قافلة، تخيلوا معايا واحد الخمسة ولا الستة ديال الام ا تي في مثلا، بالكراوس ولا بالقاذف القنابل، دايرين باترول، يعني دايرين دورية. تعرضوا للكمين مثلا من هذا النوع، خرجوا لهم وحدين من هنا وحدين من هنا، انت غير بالكراوس كديتيكتي فين كاين دوك المساخط الوالدين، كتسيري عليهم كتهنى. بان ليا شي حد عاوتاني هنا. هنا كتقلب. بطبيعة الحال كيكونوا عدة الأنماط ديال الرؤية، منها الرؤية الحرارية. واحد الرؤية الحرارية ممكن تساعد خصوصا على في الجو اللي كيكون صعب ولا في الليل. هادشي كنتكلم حتى في الظروف الحقيقية، يعني لا كنتكلم حتى على الظروف الحقيقية. هذه الأهمية ديال الرشاش الآلي في الحروب الحديثة. ها هو هنا عاوتاني غادي يبان ليا شي حاجة ما هياش. غادي نخدم. واحد فين كيشوف فيا، شفتوه؟ ها مؤخرا انا كنعقل مؤخرا في التخرج، حفل التخرج وقيله ديال 2024 ولا 2025 ديال ضباط الاكاديميه الملكيه العسكريه في مكناس. كانوا بعض الضباط المشروع ديالهم هو انهم خدموا على واحد النظام فحال الكراوس، خدموا على واحد النظام فحال هذا، يعني هما صاوبوه، يعني داك المشروع ديالهم ديال التخرج. يعني بالامكان اننا نصنعوا هذا النظام هنا في المغرب، يعني ماشي ضروري نجيبوه من برا، يمكن لنا على اننا نصنعوه. وكنعقل واحد المره ما عرفتش واش كان هو مشروع تخرج ولا مشروع ديال القوات المسلحه الملكيه المغربيه بشكل خالص. كانوا شدوا البيتوب داك الرشاش الثنائي 23 ملم، وداروا ليه واحد السيستيم ديال الرؤيه الحراريه، وردوا على انه بالامكان انهم يتحكموا فيه من بعيد، يتحط مثلا في البرج ولا يتحط على ظهر شي مدرعه ولا شي مركبه، ويتحكموا فيه من بعيد بحال الشكل ديال الكراوس دابا اللي شفنا. فبالنسبه لنا يمكن لنا على اننا نشتغلوا على مشروع محلي مثلا. بان لي شي حد كيتحرك ليه. انتما شفتوها. قالوا لي هاربين. فين هو هارب؟
إلى ما غادي؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ نزيدو نتحركو شوية. لا، آخرين في نهار. اوكي دابا سالات لنا 400 طلقة. دابا غادي يشارجي. دابا راه كيشارجي. راه واحد فين هارب. واحد فين هارب. دونك هادي من بين المدرعات اللي دخلوا مؤخرا عند. دابا مازال كيشارجي الشارجور ديال الكراوس. هادي من بين المدرعات اللي دخلت مؤخرا. كاين واحد المدرعة اخرى اللي هي الجارديان. الام 117 ولا 1017 الجارديان. حتى هي من المدرعات المهمه اللي دخلت باعداد كبيره في صفوف قوات المسلحه الملكيه مؤخرا. مازال غادي نتكلموا عليها كذلك. نديروا لها شي فيديو ديالها خاص. ها هو شارجه. ها هو شارجه. هذا فيك تفرج فيه. اوكي دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعاودو هادشي، ولكن ما غاديش نعاودو بالكراوس. غادي نعاودو بقاذف قنابل الام 19. غادي نعاودو هادشي اللي شفنا الان، ولكن ما غاديش نعاودو بالكراوس. لان كما قلت لكم كاين بزاف ديال الاسلحه اللي يمكن على انهم يتركبوا في هاد المدرعه هادي. فما غاديش نجربوا دابا ما غاديش نجربوا هادي. كاين الام 2 غادي نخليوها من بعد. راهو نجربوا راه نجربوا سيدي. شنو كنديروا حنايا؟ انا شي حد فيه قاذف القنابل مثلا. هادي اوكي هادي مزيانه. غادي نحيدو كلشي. غادي نخلي غير واحد هنا. غادي نخلي غير واحد في الفيكل. اوكي مزيان. دوك اللي غادي يكون هو انا. دوك غادي نجربو دابا قاذف القنابل. دابا لا لاحظتوا راه مابقاتش عندنا ديك الامكانيه اللي كانت عندنا في الاول. مابقاش عندنا الكراوس، ولكن عندنا قاذف القنابل. هذا اللي كتشوفوه الان امامكم على الشاشه. اجيو دابا نشوفوا القاذف القنابل كيفاش يمكن يتعامل في هذا السيناريو هذا مثلا ديال الفخ ديال الكمين. تلاحظوا بان هاد الفيرزيون هذه ثقيله شويه لان فيها القفص. تدريع القفص كيتسمى هذاك. تعتمد عليه بشكل كبير مؤخرا في الحرب الروسيه الاوكرانيه، خصوصا ضد المسيرات الاف بي في، مسيرات الانتحاريه على وجه التحديد الاف بي في. هذا ثقيل. جات مع العقبه غادي ب 15 كيلومتر في الساعه. نورمالمون ما خصهاش تمشي بحال هكا، ولكن واش كاين شي مشكل؟ صبر غادي نبدلو هادشي. سمحوا لي واحد الدقيقه. جاتني ثقيله بزاف. هذا الام 2 خصنا اوكي الام 19. لا ماشي هادي. ماشي هادي. يمكن نديرو الام 19 ولكن في الشكل ديال الكراوس. شفتو الشكل ديال الكراوس؟ يعني ام 19 متحكم فيه عن بعد، ولكن حنا غادي نخدمو بالطريقه التقليديه دابا. عاد غادي نجربو الاخر. ماشي هذا اللي خصنا وليدي. ماشي الكراوس. ما بغيناش الكراوس. فوالا هادشي اللي بغينا. حيدوا لي نتوما من هنا.
فوالا هادشي اللي بغينا. مزيان اسيدي. راه نجربو دابا. هادي تا هادي غادا ب 15 كيلومتر. كودي لاباس. هاني حاجة ما هياش. هذاك البي اف تي، هذاك اللي كتشوفوه ليه كيتسمى البي اف تي. البي اف تي عندنا في الابرامز ديال المغرب، الابرامز المغربيه. شنو هو البي اف تي؟ البي اف تي هو واحد النظام بالاقمار الاصطناعيه كيخليك تعرف فين كاين القوات الصديقه والقوات ديال العدو. واحد النظام جد مهم. هذاك راه هو اللي كتشوفوا، داك اللي فيها كيتسمى البلو فورس تراكين. غادي تشوفوا كيبانوا لكم شي علامات زرقين. هذا كيخليني نعرف فين كاين القوات الصديقه والقوات ديال العدو. دابا نشوفوه بشكل مفصل. باقي جينا مع العقبه داكشي علاش الاخرين بقاو لتحت. هكا كانوا كيتحركوا القوات الامريكيه في افغانستان حتى كيخرجوا لهم طالبه من الجبوله كيبداو يسيروا. تخيل انت غادي دابا بهاد السرعه هادي، بهاد التضاريس هادي، ما عرفتش راسك شنو غادي يوقع. يقدروا يخرج لك العدو في اي لحظه. تكون غادي حتى كتبدا تسمع في القرطاس الكلاشينكوف خدام. اوكي، حنا قربنا لداك البلاصه فين كاينين اصحاب الحال. داك العقبه هي اللي دابا غادي يزيد شويه في السرعه. دابا هو بدا كيزيد السرعه. دونك حنا غاديين في امان الله، ما علينا ما بينا. هنا فين بداو كيبانوا لينا، هنا فين بدا كيبان لينا كاين شي تحركات ما هياش. بداو كيبان ليا شي حد كان. دابا غادي نمشيو للغانر. راه شفتوهم راهما فين كيتحركوا. دابا غادي نتيريو عليهم بالام كا 19. ام كا 19 هو ام كا 19 بخلاصه هو عباره عن قاذف قنابل. وكاين عن المغرب بطبيعه الحال. عندنا بزاف ديال الاصناف منه، بزاف ديال الانواع. شوفوا دابا شحال من وحدين خارجين. الباق ما يزاق، هما كيتيريو عليا. كانوا بداو كيتيريو عليا. كنسمع القرطاس خدام. دوك انا الا بغيت نسيكوري هاد البلاصه هادي كامله غادي نبدا نسيري بحال هكا. خصو يشارجي، راه كاين شي وحدين الفوق. جماع الوقفه. جماع الوقفه. غادي نافونسي شي شويه باش نوريكم هذاك البلوفوس تراكين. ولا فين هو؟ هذا هو البلوفوس تراكين، هو هذا البي اف تي. دوك هنا كيعطيني البوزيسيون ديالي. وقبيله كنا كنشوفوا شي علامات زرقين. هذوك العلامات الزرقين هي القوات الصديقه.
وبالحمر كيوريك قواس ديال العدو. انت كيفاش كتجمع المعلومات بالقواس ديال العدو؟ سواء عن طريق الدرونات، الاقمار الاصطناعيه اللي كتصور المواقع ديال العدو، كتصيفط البيانات لواحد الغرفه ديال القياده والسيطره اللي كتعطيك هذه المعلومات هذه في البلوفوس تراكين. وهذا النظام عندنا حنا في الابرامز على وجه التحديد. وكاين انظمه اللي هي محليه الصنع، حنا صاوبناها هنا في المغرب، كاين اللي صاوبوها ضباط مغاربه، صاوبوها هنا في المغرب، انظمه محليه كتشبه البي اف تي، البلوفوس تراكين. دونك غادي نمشي انايا للجونر. فين هو الجونر؟ اوكي. الجونر هو هذا. دوك راه غادي يبداو يبانوا لي عاوتاني شي وحدين هنا. وانا في اي بلاصه غادي نشوف فيها شي حركه ما هياش غادي نبدا نسيري. مثلا ليه هذا بدل الذخيره. لا حنا خصنا قادي في القنابل. 19 واحد فين كيجري، شفتوه؟ هما كيتيريو عليا. شكون هذا اللي كيتيري؟ طبيعة الحال في الحالة الحقيقية راه ما كتكونش فيكل وحدة بوحدة، باش كيكونوا بزاف ديال راه واحد اللي كيجري، كيكونوا بزاف ديال، كتكون كونفوا قافلة. فاش كتعرفوا المصدر ديال النيران كتبداو تسيروا على المصدر ديال النيران. راه وحدين فينا هما بعاد. بلا كاين شي وحده من اللور كيتيريو. واحد اين هو؟ شفتوه؟ كيتيريو عليا دابا واحد عاوتاني كدا. شو راه كيتيريو عليا. الطاس خدام. اوكي. ها ما شوف شو غادي كيجري. شوف شو الام 19 علاش مهمه. واحد عاوتاني فينا هو. سطان هاد البلاصه هادي. نشوف الا مازال كاين شي حاجه مزيان. دوك غادي نزيدو نتحركو عاوتاني. بانوا لي عاوتاني شي زبال هنا. عطيني عاوتاني الكونار. انا عاوتاني شكيت في هذيك البلاصه كاينه فيها شي واحد
ولا شي وحدين هما كيبانوا ليا من هنا. ديك البلاصه كامله كنردها باربيكيو. راه شي وحدين فين كيبانوا ليا عاوتاني. غادي شارجي. ما بداو كيجريو. ما بداو كيجريو. ما بداو كيخرجوا من بلاصتهم. ولكن كدير ليهم المحرقه. كدير ليهم المحرقه. ولا مازالش كان في ديك البلاصه مازال فيها شي حد كنتيري. ديك البلاصه دابا شاك فيها بان فيها العدو كنتيري على بوها. كندير ليهم الباربيكيو. الا كان شي حد مازال تما عايش راه غادي يحاول يهرب. فاش غادي يحاول يهرب نقدر نشوفوه انا، نقدر يشوفوه صحابي، الكونفوا اللي معايا، تقدر تشوفوا الدرون، نقدروا نشوفوا الاير سبورت، الدعم الجوي. واحد كيجري شفتوه. هو خرج من الزريبه ديالو. هو خرج من واحد اخر هو خرج من الزريبه ديالو. شكون مازال؟ شكون قال؟ شكون دوا؟ غادي نروشارجي انا الشارجور ديالي. عاد غادي نتحرك عاوتاني. اوكي رجع لي الدرايفر. الشعار ديال القوات المسلحه الملكيه. هذا هو الفرق ما بين الكراوس اللي شفنا في الاول، الام 19، وكاين ام 19 كراوس تحرك من الداخل. يعني ماشي ضروري ان الجندي يخرج للبرج، يخرج اللي يعرض راسو للخطر. كاين هاد التكنولوجيا عاوتاني حتى هي. دابا ولا خلاص ولا اتي جي ام عن بعد، صاروخ مضاد للدروع عن بعد. غادي نوقفو هنا عاوتاني. خطنا فينا هما. والله بداو كيسيريو. يلا 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 مع الدخله. ما كيسيريو عاوتاني. فينكم؟ الحركه كلها. خطنا فينا. دابا هنا ما عندي لا رؤيه حراريه لا والو. كنعتمد على مصدر النيران. منين كيتيريو عليا، فاش كنعرف منين كيتيريو عليا، هذيك البلاصه كامله كنردها باربيكيو. مازال كيتيريو. شتو؟ اي بلاصه كنشك فيها كنسير عليها. مازال شي حد كيتيري، مازال شي حد باغي يجرب. مزيان. دابا شفنا الام 19 في نفس المدرعات الام ا تي في. دابا شنو غادي نجربو؟ دابا غادي نجربو الرشاش العادي. دابا غادي نجربو الرشاش العادي الام 2.
مزيان. الرشاش العادي راه رشاش عادي. ما كاينش شي حاجه اللي غادي نجربوا الامتي يا سيدي. غادي نقربوا شي شويه باش نفوتوا غادي نفوتوا العقبه هادي، وغادي نحطوا الفيكل ديالنا هنا وغادي نجربوا الام2 رشاش عادي بطبيعه الحال اللي كيكون مركب على الام ا تي. حنا التسميه ديالنا قريب لهاد التسميه اللي كتشوفوه الان، الكاموفلاج ديالنا قريب لهذا اللي كاين في هاد الفيكل. مزيان. اللي تا يعطي فيها البلو فوستراك. الام2 بطبيعه الحال راه معروف، الرشاش العادي هو هذا. فما كيسيرو وانا كنسيرو. سيشارجي كيتيريو عليا دابا. ومازال كون قاعد. اخرج واحد فينا هو. والله ما مات. مازال لا، هرب. زيد شارجي دغيا بسكوت الوليد. الفرق دابا ام 19 مع الكراوس الام 2 مع الام 2 العادي. هذا الام 2 العادي. الكونفوا مثلا ديال ام ا تي في يقدر يكونوا فيها بزاف ديال النسخ. شي جوج عربات مثلا فيهم الكراوس، وحده فيها الام 19، وحده فيها الام 2، وحده ناقله الجند عاديه ما مسلحاش كاع، وحده للاخلاء الطبي، كل وحده وديالاش. حنا غادي نوقفو عاوتاني. جبد ليا داك الام 2. طلع يا مسخوط الوالدين، طلع. ما كيتيري. شكون مازال؟ راه فينا هو. هذاك السلاح فيها الفي ار، خصنا نجربو الفي ار صراحه. دابا نجربو هاد القضيه ديال الفي ار. مازال كيتيري، والله ما عارفهم فين كاينين بالله. واحد فين كاين. شارجي يا مسخوط الوالدين. شارجي راه كيتيريو علينا. شارجي.
واحد فين مخبي شفتوه. فهذا البرج ديالي كيدور 360 درجه. بطبيعه الحال فاش كنقدر ندور لجميع الاتجاهات بشكل سهل. مزيان. دوك هذا هو الام 2 العادي، هذا هو البرج العادي كيف ما شفتوا كيكون فحال هكا. ولكن على العموم فالام تي في يمكن على انها تزود باصناف مختلفه من الاسلحه. فاحنا حاولنا نجربوا 3 ديال الاسلحه ولا 3 ديال الابراج المختلفه اللي يمكن تكون في الام تي في. الكراوس جربناه، الام كا 19 شفناه قاذف القنابل، وشفنا الام 2 العادي. بطبيعه الحال دابا تخيلوا معايا كونفوا فيها. انا دابا غادي ندير واحد القضيه، غادي نشد هاد الكونفوا هادي ياك وغادي نحطها هنا. غادي نحطوها هنا وغادي نشوفوا الامور كيفاش غادي تمشي. ولا بلاتي عندنا واحد الاشكال. حنا سيدي غادي نديروه بحال هكا. عرفت واش الاي اي غادي يخدم مزيان ولا لا؟ بلي هادشي ما تحطش مزيان. واخا في حاجه ما هياش. واخا بلاتي غادي نحيدو هادشي هذا ياك، غادي نحيدو هادشي هذا. هادي ام 19 غادي نديرو الام 2، غادي نديرو الكراوس، غادي نديرو شي مسح فيهم الكراوس، غادي نديرو عاوتاني الام 19 كراوس كراوس. دوك هادي هي الكونفوا ديالنا. دابا راه وسط العدو، غادي نشوفو هادشي كيفاش غادي يمشي. غادي نديرو شويه القضيه مظلمه باش تبان لينا المعركه مزيان. اوكي متقولش ليا ما كاينش. نسينا ما درناش واحد القضيه، ما اكتيفيناش الكاميرا. واخا ما علينا. ندير واحد السكريبت، ندير واحد السكريبت نشوفو الا كان مازال خدام. واخا الصراحه الكاميرا ديالنا الاخرى احسن. ما خليتها ما عرفتش مطلعش لي الشي كامل. ما اكتيفيتوش واقيلا، نسيت ما اكتيفيتو. سيدي ماشي مشكل. غادي ندير واحد الحل، غادي ندير واحد الحل، غادي ندير واحد الحل. نسيت ما اكتيفيتش واحد
واحد اللوجيسيال اللي كيصور الكاميرا، كيعطيني باش انني نشوف مزيان شنو واقع. ما علينا. نتوما كتشوفوا الكونفوا ديالي كيفاش كيتيرا. الكراوس خدام، الام 19 خدام. غادي تلاحظوا كاين اللي كيتيري على اليمين، كاين اللي كيتيري على الشمال، الاخرين هاربين ليه راه كيتيريو عليهم. واحد انا هارب، شتو ها هو قتلوه، ها هو طاح مشى كاو. غادي تلقى الاغلبيه ميته، اغلبيه ميت. سالاو معاهم دغيا، سالاو معاهم دغيا. ما علينا، حتى المره اخرى ونخدم الجيكا مزيان باش كنقدروا نشوفوا داكشي سينماتيك. دوكا ديال ام ا تي في الاخوت كونفوا. دونك هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغينا نبينو في هاد الفيديو. كنتمنى بان الامور تكون عجباتكم، المحاكاه عجباتكم، واخا داكشي بسيط ماشي معقد بزاف. وهادشي اللي غادي نحاولوا نديرو في هاد القناه هادي مره، هادشي اللي غادي نحاولوا نبينو، هادشي اللي غادي نحاولوا نبينو في هاد القناه هادي. فكنتمنى بان الفيديو يكون عجبكم. تحيه خالصه لافراد القوات المسلحه الملكيه المغربيه اينما كانوا، خصوصا في الحدود، في الحزام، في البر والبحر والجو. خليكم هنا، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله مع المزيد من المحاكاه.